تاني. اخر واحده اخر واحده جمهورك دافعين كتير. واحده قوم بقى. لازم نقول لها حاجه يا جماعه بلغتها. الله فاكرين يا جماعه دريم بارك ازاي كنا بنبقى مبسوطين قوي لما بنقطع التذكرتين اللي في الاول دول وبنخش نلعب كل الالعاب اللي موجوده عندهم؟ قد ايه كانت ايام حلوه، وقد ايه كانت ايام بجد فيها راحه نفسيه وسلام نفسي كبير. انا ليا تجربه خطيره مع دريم بارك احكيها لكم في ستوري تايم لوحدها، عشان دي كانت بداياتي خالص لما انا كنت موديل طفله، وكنت لسه بعمل اعلانات وانا طفله صغيره جدا وفي المدرسه تقريبا. فروحت عملت اعلان لدريم بارك وكان يوم خطير. بس لازم احكي لكم، هو كان يوم حلو ووحش في نفس الوقت، كان فيه شويه حاجات صعبه بس ده هحكيه لكم في فيديو لوحده. سمعت كتير قوي عن قرية فجنون وعن قد ايه هي لذيذة، فتعالوا نشوف الفيديو ده مع بعض. خطيرة. بصوا الفار ده، الفار ده ما بيعملش زيه، بيجي من المدرسة يقلع البنطلون في الثلاجة والجزمة في البوتاجاز والشنطة جنب التويليت، ومامي تقعد تلم وراه. بص تحط اهو، ما تخافيش ما تخافيش. ها يا رب يعمل ايه علشان بهارة. وعلى فكرة لما بيجي ياكل هيمسك الاكل بايديه وياكل بايديه، ما بيكلمش بابا في الاكل. بص بياكل ازاي؟ سياكله جامد جدا. انت مالكش دعوه خلاص. ايه ده؟ اجيب حاجه صعبه. حابة بس في الفيديو ده أبارك لأحمد على البيبي القمر وعلى نجاحاته الكتيرة جدا 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 اللي مكسرة الدنيا. أحمد سعد صديق عزيز وأعرفه من زمان جدا جدا جدا، وطول عمري والله العظيم وحياة ربنا بحب صوته قوي، بعزه قوي قوي قوي، ودايما في اي قعده بقول احمد سعد. لازم ناس كتير جدا شاهده اني كنت دايما بقول احمد سعد من اقوى اصوات مصر، ان لم يكن من اقوى 5 اصوات موجودين في مصر. فكل الدعم لاحمد سعد وكل الحب، وربنا يبارك لك يا رب ويفرحك.